اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنراجع السي 30 اي من انكر. بصراحه انا هقول لك كل المواصفات بتاعتها واقول لك رايي فيها كسماعه. اول حاجه محتويات العلبه بيجي معاها الكابل التايب سي، السماعه والتبات بتاعتها دي اهي، تمام. دي بتبقى كفرز كده على السماعه نفسها. خلينا نشوف بقى شكل السماعه والتصميم والديزاين والليله الجميله قوي الكبيره دي. ده شكل العلبه. العلبه مط حلوه جدا، مش هيبان فيها الخدش. ده جميل جدا اهو، تمام. افتح العلبه بالشكل ده، ده شكلها من جوه جميل. اسحب السماعه اوبن اير ديزاين زي بتاعه الواوي. طيب خليني اقول لك بقى مواصفاتها. اي بي اكس 5 طبعا هي طالما عاملينها بالشكل اللي هو الجديد ده الاوبن اير، فهي معموله عشان الرياضيين اكتر او الناس اللي بتروح الجيم اكتر، فهتلاقي اي بي اكس 5 بلوتوث 5.4. بتشتغل معاك 8 ساعات متواصل بدون ما تحتاج للكيس، وبتيجي بشكل الاوبن اير ديزاين. بس مشكلتي معاها ان هي ناشفه شويه، مش زي الهواوي كانت مرنه. كنت البريدج ده السي بريدج ده بقعد اعمله كده، فما كنتش اخاف ان هي ممكن تتكسر مني. بس في حاجه مهمه جدا احنا عايزين نعملها المره دي، هي اجراء مكالمه زي كل مره. احنا بنجرب السماعه مع الناس، مع حد معانا، عشان نقدر نحكم جوده السماعه. بنجربها بقى في الضوضاء، وبنجربها واحنا سايقين، وبنجربها في كل الاوقات اللي ممكن استخدم فيه السماعه، وانا اقول لك رايي فيها. بس طبعا ده انت تتفرج على الفيديو وتحكم وتقول لي انت رايك، شايف ان هي مناسبه ليك تشتريها او لا. يلا بينا. ازيك يا استاذ اسلام؟ ازيك يا استاذ عمرو؟ بص يا باشا، دلوقتي انا بجرب السماعه الانكر السي 30 اي. كويس، انت اللي هي كلمتني منها قبل شبه، كده على فكره. مش هي فاكر. نفس الملاحظه. ايوه. صوت الفوكال اه مش واضح. يعني ايه؟ ما هو يعني عارف اميز الكلام وكل حاجه، بس مش كلير. خلينا نقول مش كلير. يعني الصوت مش سامع الدوشه اللي حواليا. طيب انا لا، هحاول اقف في حته دوشه بس عشان تسمعني. بسيط يعني. في حواليك صوت بس مش مفسره يعني. لكن انت مش مفسر الكلام بتاعك. ده مفسر الكلام بتاعك بس مش كلير. اوكي، انا سامعك كويس عامه يعني. طيب كويس. تديها انا كام من برضو مش 10 حواليا طيب؟ دوشه قوي يعني. انا قلت لك قبل كده حوالي 6 7. 6 7. اه ماشي يا عم. ماشي يا عم. هي دي اللي كان عامل عليها ريفيو. بعد ما جربنا تجربه الصوت، ده تقييم الصوت. تقدر بقى تحدد اذا كان الاوبن اير ديزاين ينفعك او لا. بس في حاجه بقى غريبه لما جربت الصوت بتاعها، حاجه غريبه يعني. طلعت الصوت بتاع، بص عشان تلبسها لازم تروح ماسك ودنك كده زي القطايفايه كده، وتروح ايه لابس فيها الحلقان. انبهرت في حاجه واحده بقى وانا بجربها، في 3 دي ساوندد. تلبس السماعه ما تصدقش ان المزيكا دي طالعه من السماعه دي بصراحه للامانه وانا بجربها. لكن في المكالمات كان طبعا عشان اوبر ان ديزاين فما بتبقاش احسن حاجه. بالنسبه للبطاريه بتقعد معاك 30 ساعه، ولو انت شحنتها 10 دقايق بس بتديك 3 ساعات استخدام. بتيجي باتنين مايك وتاتش كنترول، تقدر تقدم بدبل كليك. كل ده ممكن تغيره من خلال الابلكيشن، توقف الاغنيه، تبوظ الكلام ده. فيها نويز ريدكشن، بتقلل الضوضاء، ما فيهاش عزل ضوضاء طبعا، عشان هي معموله عشان ايه. بص انت كانك مش لابس حاجه. بص يا معلم، انت كانك مش لابس. سعرها جاي ب 2700 جنيه مصري، حوالي تقريبا 60 دولار او 50 دولار، ما يقرب من كده. طبعا اختبار الثبات بتاعها هايل، ثباتها في العلبه وشكل العلبه بتاعتها. بص، لا ثابته. بس كده، ده شرح سريع ومختصر للسماعه الانكر السي 30 اي. خد بالك ان انت من خلال الابلكيشن بتقدر تظبط حاجات كتير قوي، تمام. بتظبط حاجات كتير قوي من خلال الابلكيشن بالنسبه للتاتش او السنسورز بتاعه السماعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه. باي باي.